السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدموا واحد الشلاضه ديال لافوكا رائعه الصراحه. بغيت نشاركها معاكم بما ان لافوكا تبارك الله دابا موجوده. المهم فاش كتشري واحد الكيلو ولا 2 كيلو كتكون باقا ما طابت، كتكون خضره، كتخليها في الدار حتى كطيب. زعما من الافضل كنفضل انا تشريها ما طيباش بزاف باش كتخدمي بها حويجات طريين. وبالنسبه مثلا اللي كيستعملها عصير راه ممكن يجيبها طايبه، وكاين اللي كيخزنها في المجمد. المهم غير في المجمد انا جربتها ما دارش في واحد، يعني في واحد المده اللي طويله، دار في مده قصيره باش كتاكليها في الطراوه ديالها. المهم نبدا على بركه الله. اليوم شلاضه ديال لافوكا ديالنا غنحتاجو فيها آه البصله ومطيشه والخس، وكنحتاجو حامضه. هذه شلاضه الاولى، وكاينه واحد الشلاضه الثانيه كنحتاجو نفس المكونات وكنضيفوا عليهم 2 ديال المكونات واحد اخرين. المهم نبدا على بركه الله. بسم الله، نبدا على بركه الله. كنقبطوا لافوكا ديالنا من بعد ما نغسلوها مزيان، كنقسموها على 2. من بعد كنحاولوا نحيدوا داك اللب ديال لافوكا، كنوضعوه في هذا الصحن هذا بهذه الطريقه. صراحه فاش كتحيديها بالمعلقه كتجي سهله، خصوصا البنات فاش كتكون طايبه. وعلى حسب الافراد اللي عندك مثلا في الدار باش ديري هاد لاصالاد هادي ديالك. بغيتي ديري 2 لافوكات، بغيتي ديري 3، كان غير شخص واحد يدير لافوكا وحده. البنات علاش انا الصراحه تنبغي اي فاكهه ولا اي حاجه تنكل في الموسم ديالها. شوفوا تبارك الله دابا هادي كون كانت ديريها في الفريغو وتخرجيها تبغي ديري بها هاد لاصالاد هادي ما غتكونش بهاد الطراوه هادي. لذلك كنفضلوا ان حنا نستافدوا من الحاجه في الوقيته ديالها، خصوصا تبارك الله لافوكا. يعني حنا ولفنا ناكلوها غير حلوه عصير، كاين اللي كيديرها مع الحليب، كاين اللي كيديرها مع الليمون حتى هي تتجي رائعه. ولكن شلاضه كتجي فنه البنات، كنتمنى انكم تجربوها. من بعد ما وضعت لافوكا ديالي في الصحن كنعصر عليها واحد نص حامضه. هي راه كتبغي الحامض كتجي بنينه به. الا ما عندكش الحامض في الدار متوفر ممكن ديري الخل، ويستحسن الخل ديال الحامض. من بعد كتقبطي فرشيطه وكتحاولي تقومي بهذه العمليه هذه. بحال هكذا كامله كديري ليها الطريقه هذه باش كترجع رطبه. من بعد ما البنات لافوكا ديالي عصرت عليها داك الحامض ومعستها مزيان بهذه الطريقه هذه. كنقطع البصله ومطيشه هكذا مربعات وكنضيفها على الشلاضه ديالي بهذه الطريقه. وبالنسبه للتوابل كنحتاج البزار وشويه د الملحه، شويه د البزار، شويه ديال الملحه. راه هاد الشليضات هادو البنات صحيين. لافوكا راه مهمه كما تتعرفوا، راه كيديروا بها ماسكات طبيعيين للوجه للشعر، وراه حتى فاش كناكلوها يا عصير يا شليضه راه كتستافد منها البشره ديالنا. وكنحرك هاد المكونات هادو مزيان. وراه تبارك الله البنات كتجي بنينه والله الا جربوها وردوا عليا. وما تنساونيش البنات بالاشتراك. هاد الشلاضه هادي راه كتقدميها بهاد الطريقه، صافي كتصوبي هاد المكونات اللي قلت لكم وكتقدميها بحال هكا في المائده ديالك. ونفس الطريقه ديال لافوكا والبصله ومطيشه ونفس التوابل كنزيدوا عليهم واحد الاضافات باش تكون عندنا شلاضه واحده اخرى بطعم جديد.
الشلاضه الثانيه ديالي بالوصفه ديال لافوكا. غنحتاج فيها الرز مسلوق، قطعات ديال الدجاج ولا ديال اللدن مشحرين بالطريقه اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق، الخس مقطع بهذه الطريقه. كنوضع المكونات ديالي في واحد الصحن، راه البنات الوليدات فاش كتبقاي تنوعي ليهم ولا تانتيا مثلا كتحطي هكا يعني تبارك الله في هذه الوقيته هذه، يعني شليضات خضار كيساعدوك انك تكون التغذيه ديالك متوازنه. من بعد ما ضفنا الرز على الخس، كنوضعوا التقطعات ديالنا على المكونات، وكناخذ غير واحد الجزء من داك الشلاضه اللي صوبت بلافوكا والبصله ومطيشه. راه تبارك الله هذه الثانيه كتجي حتى هي رائعه، كتجي بنينه. وفي نفس الوقت يعني كنخدموا بلافوكا بزاف ديال الوصفات متعدده. كنخلط المكونات ديالي كاملين وتنقدم الشلاضه ديالي البنات بهذه الطريقه هذه بالصحه والراحه. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد بوصفه جديده، ومرحبا بكم ديما معايا، وكنشكركم على التعليقات ديالكم، على الاشتراك. وبالنسبه اللي تيفضل لافوكا يعني حلوه ما تكونش مالحه، كنطحنوا لافوكا ديالنا مع الحليب. غير هو يستحسن البنات الحليب اما تحليه بشويه ديال العسل او شويه ديال الزبيب او التمر، راه تبارك الله كيجي رائع وصحي. نوعوا الوليدات وحاولوا كل حاجه تكال في الموسم ديالها، يعني بعدوا من الحاجه ديال المجمد، ولا كاع مثلا الانسان دار واحد الحاجه في المجمد ما يخليهاش طول بزاف. وها هي لافوكا ديالنا على جوج ديال الوصفات. والعصير راه ممكن ديروا حتى العصير ديال الليمون برتقال مع لافوكا، راه كيجي تبارك الله رائع. بما ان احنا مقبلين على سيدنا رمضان والعواشر هادي، كاين اللي كيصوم، راه غير بحال التشليضات هادو بحال هاد العواصر راه تبارك الله في الفطور كيجيو رائعين. وبصحه والراحه البنات، وشكرا لكم.